في هذه المباراة أمام المنتخب السنغالي بقيادة إدريسا جي الذي سيكون قلت في المنتخب السنغالي الذي سيكون على يسار الشاشة أمام المنتخب الجزائري على يمينها بلباسه، لأنه اللي يفوز اليوم سيلبس ثوب مبادو الثنائي اللي يلعب في جالاتا سراي وكذلك في مالاغا الإسباني. كرة بعيدة يا رامية بن سبعيني من أمام كيتا بالدي. الحكم قال راحت ضربة مرمى. ديورا تروح من هنالك لبليدي على الجهة اليسرى، استلمها بليدي مازال مع بونجاح. بليدي وبونجاح، بليدي لبونجاح، كرة خطيرة لا لا وكيتا ثم بليدي مرة ثانية يبحث عن سفيان، وجد رياض ولكن بعيدة. ماني معك يوسف عطال، ساديو ماني ويوسف، ساديو مرة، ساديو دخل، ساديو يا يوسف، ساديو يا يوسف، ساديو يا يوسف، ساديو يا يوسف، اي التسديدة وسفيان والخطورة ولا لا بأنه هذا اختبار واللي يأتي أيضا اختبار أفضل أكبر منه. وتسترجع الكرة من سفيان فغولي يلعب على رياض. هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة. رياض مازال، رياض مازال عنده الكرة، يرجع لسفيان، رياض وسفيان وضيع الكرة وراح ساديو ماني. الأولى أمام تنزانيا. بالدي يستعد حذري، الكرة منفذة في القائم الأول وعطال ورايس. عطال تسترجع الكرة، رياض لبغداد، راح بغداد، راح بغداد، لمسة يد يقول حكم المباراة. واحد منهما سيسدد. يجب أن تتفق قبل التسديد حتى يرتاح المنفذ. بغداد يا يوسف، يا يوسف التالي وماني وسلامات مرت وراحت في طرف الغرافة وفي نادي الخريطيات. وانطلق من ساديو ماني غيس من بالدي، كيتا بالدي. لو قلت لنا خطأ يقول حق خلى اللاعب. بغداد راح بغداد، وبغداد ونجاح والعودة الموفقة من كوليبالي. سفيان مرة ثانية كانت كرة هدف. خالد كوليبالي وخبرته وتجربته تسمح له بأن يكون في مستوى هكذا مباراة أمام المنتخب الجزائري. طبعا عندما نقترب من الدقيقة 30 يحق للحكم في كل لا سفيان اختطف الكرة، كرة خطيرة، راح بغداد، كرة جول يا بغداد يا بغداد، التسديدة بالناصر، راح بالناصر، بغداد طلبها، راح بالناصر، زاد في السرعة، يوصل عليه بغداد، هاي كرة صعبة، هي سفيان رايا دواسات ممتازة لسفيان، خطيرة جول رياض سفيان من هنالك ليوسف، يوسف في الجول على مندي. الجزائر جول، السنغال 0. يا سلام عليك يا رياض، لمسة واحدة سحرية لسفيان، استلمها يوسف بوم بيمنى حطها في الجول. هدف مقابل 0 للمنتخب الجزائري. استحوذوا كما شئتم أيها السنغاليون، اضغطوا كما أردتم. هناك يوسف وهناك سفيان وهناك رياض وجول. رائع يا يوسف، رائع في الكرة. اختفى بغداد، يلعبها في الوسط ليوسف بليلي، راح رياض وسفيان، استلم رياض وكاليدو كوليبالي في التغطية. يوسف عطال اختفى، يوسف راح، يوسف يمر من هنالك يا عدلان ترجع لمساعدة مندي. ارتقاء رائع من هنالك في القائمة الثاني. تماس يا يوسف، ترميها للتماس يا يوسف، ترميها للتماس يا يوسف، للتماس يوصلها لسفيان، راح رياض التسديدة. الحارس السنغال من هنالك عطل في حاجة المساندة، وسلامات الكرة خرجت، ساندت حامل الكرة رايا، وصلت لرياض، طلبها بغداد، راح بغداد يا رياض، يراوغ رياض، يسدد رياض.
خطيرة الكم هو حول الكرة في المخالفة في تنفيذها في انتظار تغيير ثاني. استلمها يوسف عطال في حاجة لمساندة التوزيع من ماني لا عدلان يوسف عطال في التغطية راح يمر عليك يلعب اليوم خطيرة والتغطية الدفاعية من عيسى رائع عيسى مندي في الكرة هذه اليسرى لساديو ماني يبحث عن الكرات العالية يلعبها بينية مع مدافع صبالي مع يوسف ساديو ماني مازال والحكم خلى الأفضلية والدفاع لمحمد فارس لبنجاح شوف شكون في الهجوم واجي ورئيس وهاب بولحي يلتقط هذه رياض مر رياض بابا خطيرة عندي ديلور يلحق الكرة عندي ما زال عنده الكرة ديلور محاصر 3 لاعبين امامه غطى كورته ديلور البعيدة حذاري هذه آخر فرصة ممكن للمنتخب السنغالي فوتوهن فقط هذه الفرصة لا يا بغداد الجهة اليمنى مع موسى واجي الرئيس يتفوق ويستفيد من خطايا سلام مرت سلامات السنغال إن حدث ذلك آخر كرة اليوم مرت سلامات اليوم لعبنا بدهاء بالماضي وبروح درمان وذكريات ساو باولو وبل اوريزونتي وبروح جزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بامبي وساكا ونجم ريال مرشحين لخلافة صلاح في ليفربول. كشف تقرير صحفي إنجليزي عن اتجاه ليفربول لإبرام صفقة مدوية لتعويض المصري صلاح، وارتبط صلاح بالرحيل للدوري السعودي وبالتحديد اتحاد جدة الذي سعى بكل قوة للظفر بخدمة الفرعون المصري قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي وبمبالغ خيالية، لكن إدارة الريدز تمسكت به. وبحسب صحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية فإن ليفربول حال دون بيع صلاح، ولكن سيكون لديه الأموال والقدرة على ضم نجم من العيار الثقيل. وأضاف الخيار الأول والأصعب هو كيلان بامبي، ومن الممكن إقناعه بمبلغ كبير من المال، والثاني هو فينيسيوس جونيور الذي يحظى بتقدير كبير من يورغن كلوب مدرب الريدز ويتناسب مع خططه. وختم التقرير: يصعب رحيل فينيسيوس من ريال مدريد، وبالتالي سيبحث الريدز عن أسماء أخرى مثل بوكايو ساكا من أرسنال وغيرهم.